أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن أساسيات الطاقة السلبية. هنتكلم على 3 أساسيات و4 أسئلة هنجاوب عليهم. قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة لو حابين تتابعوا الكونتنت اللي بقدمه، وتسيبوا لي كومنت لطيف. يلا بينا نبتدي. أول أساس من أساسيات الطاقة السلبية هي الأفكار والتخيلات. أنا عارفة إن ممكن يكون أغلبيتنا بيتخيل كل ما هو سلبي فقط، وبيفكر حتى في كل ما هو سلبي فقط. خدوا بالكوا إن الفكرة مختلفة تماما عن التخيل. الفكرة بتيجي في الذهن مجرد طرح، مجرد سؤال، مجرد موقف بسيط في الذهن أو في العقل. أما التخيلات ده بيبقى خيال الإنسان، بيقعد فترة طويلة يسرح، سواء كان التخيل ده إيجابي أو سلبي، سواء كانت الأفكار إيجابية أو حتى سلبية. طبعا الأفكار ممكن تيجي في الذهن مرة واحدة في اليوم، لكن التخيل ممكن يشتغل 3-4 مرات في اليوم. ويا سلام بقى لو الواقع بتاعنا فيه شوية سلبية كده، واحنا بنقعد نسرح بخيالنا ونزود السلبية دي في الخيال، وده بيبقى أساس طاقة الإنسان السلبية، لأن احنا بنستنشق الخيال وبنجره لينا كل ما زاد عدد الدقايق في الخيال. ومع الوقت بنحط توقعات كمان للخيال ده سلبية بنسبة كبيرة، وطبعا بنجذبه عن طريق قانون الجذب واحنا مش واخدين بالنا. وده اللي بيفسر ليه معظم التخيلات السلبية بتحصل لنا بعد فترة. مع الخيال طبعا في عملية السمع بتبقى سلبية، عملية الإبصار والبصيرة سلبية، عملية الكلام أو الكلام في الخيال بتبقى سلبية. فتخيل ان انت شغلت حواسك كلها او شغلتي حواسك كلها بطريقة سلبية. ليه بدأت بالأفكار والتخيلات بأنها أساس العمليات السلبية أو أساسيات الطاقة السلبية؟ لأن الخيال بياخد من طاقة الإنسان سواء كانت إيجابية أو سلبية. يعني لو عملت عملية التخيل بطريقة سلبية هبقى كده شديت من الطاقة بتاعتي، وللأسف استهلكت جميع مخازن الطاقة عندي. أما طبعا بطريقة سلبية. أما لو فكرت بطريقة إيجابية فأنا شحنت طبعا كل الطاقة بطريقة إيجابية. وهنا بداية عملية التدريبات اللي المفروض كل واحد فينا يحاول يعملها مع نفسه. التخيل زي ما فيه منه سلبي فيه طبعا منه إيجابي، وزي ما نقدر نتخيل سلبي نقدر برضو نتخيل إيجابي. الله سبحانه وتعالى بيقول، وده تدريب بسيط تقدروا ان انتوا تنفذوه: انا عند ظن عبدي بي. فتخيل لو انت ظنك سلبي بتاخد سلبي، وده ولو كان الظن ايجابي فانت بتاخد ايجابي. علشان نخلي التدريب ده عملي اكتر بنحاول نشوف الشيء اللي احنا تخيلناه مع الوقت عمل ايه. النقطة رقم 2 وهي الكلام. امتى نحول الكلام الى طاقة سلبية وامتى نحول الكلام الى طاقة ايجابية؟ نبتدي طبعا بالطاقة السلبية لان ده عنوان الفيديو. امتى نحول الكلام الى طاقة سلبية؟ لما نكون بنتكلم على شخصيات الناس، شخصيتهم، نفوسهم، ازواجهم، ممتلكاتهم، شغلهم، بنوصف اولادهم اللي ملناش دعوة بيه، ياريت ما نتكلمش عنه، سواء كان للنصيحة أو لغيره. لو حابين ننصح أوكي ممكن نروح ننصح لو الشخص هيتقبل النصيحة، لكن لو شايفين أن الشخص لا يتقبل النصيحة ياريت ما نتكلمش عنه أبدا ولا حتى نوصفه. رقم 2 الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة مختلفة تماما عن وصف الناس، لأن وصف الناس بنتكلم على حاجات ليها علاقة بالناس، لكن الغيبة والنميمة بنوصف الأشخاص وراء ظهورهم بما لا يليق. رقم 3 إن أنا أقعد أنصح في أشخاص وأنا حياتي متدمرة. لو أنا بنصح في ناس وأنا حياتي أنا متدمرة ما بيبقاش اسمه نصيحة، لا، ده بيبقى اسمه تشتت وكلام زيادة وطاقة سلبية. الأفضل إن أنا أروح أصلح حياتي ومن ثم أدي نصايح.
لكن انا ما اقعدش اصلح حياة الناس واديلهم نصايح كتير واعرفهم ازاي يتعاملوا مع ده ومع ده ومع ده وانا حياتي بايظة. ده بيبقى تشتت له علاقة بالكلام. النقطة رقم 3 في أساسيات الطاقة السلبية، وهي عدم التنفس بشكل صحيح. لو في أي حد عنده أي أمراض ليها علاقة بالجهاز التنفسي ياريت يحاول يعالجها، وياريت كمان نطلع من عقولنا الشيء اللي اسمه مرض مزمن. مفيش مرض مزمن خالص، جسدنا خلق ليتعافى بشكل مستمر وتلقائي جدا، عن طريق ان هو تسيبه يشتغل بمنتهى الدقة، بس تدخله اكيد اكل صحي وفيتامينات معينة. لو الشخص ما بيتنفسش بشكل صحيح ده معناته ان في اختلال في طاقة التنفس، فده اصلا اساس تكوين الانسان، فلازم نعيد التفكير فيه ونعيد التنظيم في صحة الانسان وفي حياته. ونصيحة للأشخاص اللي ما بيعرفوش يتنفسوا أثناء الكلام، في فيديوهات كتير جدا على يوتيوب تقدر الفيديوهات دي تخليكم بعد 2 من الاستمرار على التعليمات والانستراكشنز الكتير قوي اللي موجودة، ان انتوا تقدروا تتكلموا وتتنفسوا في نفس ذات الوقت. بس طبعا ده بيحتاج صبر وبيحتاج استمرارية. دي بعض الأسئلة اللي ليها علاقة بالطاقة السلبية. أول سؤال: هل هناك عدوى للطاقة السلبية؟ طبعا، العدوى عن طريق الشعور. كيف ننقل الطاقة السلبية من شخص لآخر؟ عن طريق مثلا البصر، السمع، عن طريق الشعور برضو. حتى لو الإنسان أعمى أو ما بيسمعش فهو بيحس، الإحساس ده هو الشعور. أديكم مثال بسيط، وهو إن احنا لما بنتفرج على مسلسل وبنبقى بنحب الشخصية اللي فيه جدا، فالشخصية بتبتدي تتأثر عن طريق الواقع المحيط بيها، فبيبتدي يجي لها نوع من أنواع الشعور المحزن، فبالتالي الشعور المحزن ده بينتقل عن طريق المشاهدين اللي قاعدين بيتفرجوا، اللي هو أنا وإنتو. فهنا ده اسمه تأثير الطاقة السلبية السلبي على الإنسان. عشان بس نحط النقط على الحروف. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. لو حابين تتابعوا الكونتاكت اللي بقدمه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية. اشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.